مصادر انفصالية وجزائرية تتحدث من جديد عن سقوط جزائريين بعد قصف من درون مغربية شاحنة اخترقت المنطقة العازلة بالصحراء المغربية. وفي التفاصيل قالت مصادر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية وأخرى جزائرية أن طائرة مغربية مسيرة عن بعد فتكت بشخصين يحملان الجنسية الجزائرية يوم السبت، وذلك عند اقتحام شاحنتهما للمنطقة العازلة في الصحراء، وهي الشاحنة التي قدمت من تندوف مقر قيادة الجبهة الانفصالية وتمركز ميليشياتها المسلحة، وكانت متجهة إلى موريتانيا. وزعم موقع الصحراوي الموالي لجبهة البوليساريو والناطق بالإسبانيا أن هجوما مغربيا جديدا استهدف ما أسمته بقافلة تجارية جزائرية، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، مبرزا أن الهجوم هو الثالث من نوعه في أقل من عام. وتابعت أن القصف الذي